السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم. اسكندرية مقلوبة عشان السفاح بتاع المعمورة البلد. طبعا كلنا عارفين القصة بتاعت المحامي اللي اكتشفوا في مكتبه جثتين. طلعوا جثة تالتة من شوية، ولسه الأجهزة الأمنية شغالين حفر، يعني احتمال كبير يطلعوا جثة رابعة جثة خامسة، الله أعلم. واللي ما يعرفش الموضوع بتاع سفاح اسكندرية ده، واحد محامي عنده 51 سنة، أجر مكتب في معمورة البلد في أكتوبر اللي فات في دور أرضي. ومن الجمعة اللي فاتت الناس صحيت على صوت صريخ واحدة ست في الشقة عنده، فصحاب البيت نزلوا يجرم والجيران وخبطوا ودخلوا، لقوا المحامي واقف ومعاه واحد صاحبه واتنين ستات. واتضح ان البنت بتصرخ علشان دخلت فتحت اوضه، المكتب عباره عن اوضتين وصاله، والمحامي متعود يجيب ستات ويعمل سهرات حمراء بالليل وبيجيب مخدرات وحاجات كده، واصحاب العماره كانوا بيشتكوا منه والجيران وكانوا عايزينه يمشي. والراجل كان قافل اوضه وبيقول محدش يجي ناحيتها، ولكن تقريبا البنت دي واخده على المكان، بتتحرك فيه بمزاجها، يعني عندها فضول تعرف الاوضه دي مقفوله ليه. ففي غفله منه راحت فتحت الباب الاوضه ودخلت ولقت جثتين جوه. فالبنت اول ما شافت كده فضلت تصرخ، وطبعا الناس لما جرت وخبطت فتحوا الباب، دخلوا شافهم، بلغوا الشرطه والشرطه راحت قبضت عليه. واتضح ان هو كان متجوز واحده عرفي واتخلص منها في شقه تانية كان واخدها في العصافره، وبعد فتره طويله اجر في اكتوبر اللي فات الشقه دي، وكان عايز ياخدها دور ارضي عشان يحفر. حتى اصحاب البيت بيقولوا احنا قلنا له ياخد في دور اعلى، قال لا انا عايز ارضي علشان انا مراتي رجلها تعبانه وهتشتغل معايا وما تقدرش تطلع، فخلاص انت حر. فاجر الشقه علشان هو عارف هو هيعمل فيها ايه. فحفر حفره كبيره وجاب الزوجه اللي اتخلص منها من فتره طويله، بيقولوا متجوزها كان اتخلص منها اللي هي اربعينيه دي، قالوا في سنه 23، يعني هي بقى لها اكتر من سنه ونص تقريبا. حاططها في كيس كبير وحافر الارض وحاططها. وبعد كده واحده تانية حطها معاها، دي كانت موكله عنده، عندها 60 سنه، وبيقال ان الست دي سريه وكانت رايحه له ومعاها مبلغ كبير. الناس اللي تعرف الست هم اللي بيقولوا الست دي كانت رايحه ومعاها مبلغ كبير، رايحه عشان تحاسبه، بتدفع له الفلوس بتاعه القضيه اللي كانت رافعاها عنده، ولقى معاها مبلغ كبير فغدر بيها وتخلص منها هي كمان، ولفها في بطانيه وحطها جنب الست التانيه. اكتشفوا الجثه الاولى اللي هي محطوطه في اكياس دي متحلله تماما، الجثه الثانيه قالوا في اجزاء متحلله منها. طيب خلاص قبضوا عليه وخدوه بيحققوا معاه وادوا له 15 يوم حبس. وبعد كده قالوا هنشوف بقى كان ساكن فين في البيت اللي قبل كده اللي في العصافره. راحوا فتحوا الشقه النهارده واكتشفوا ان هي فيها جثه ثالثه. شغالين لسه حفر. الغريب في الموضوع ان تحس ان انت وانت بتسمع الموضوع تفتكر ايام رايا وسكينه لما كانوا بيحفروا ويدفنوا الستات ويردموا عليهم، واسكندريه سبحان الله. ولكن هو عشان نتكلم، يعني هو الراجل مش من اسكندريه، هو من كفر الشيخ ودخيل على البلد، يعني هو مش من اهل اسكندريه. ولكن الناس بتقول ان هو يعني منطوي على نفسه، ما بيقعدش يتكلم مع حد. حتى اهله كمان قالوا ان هو بقاله فتره ما بيروح لهمش، ما بيحضرش مناسبات معاهم، بقاله فتره كبيره ما بيروح لهمش. وبيقال ان هو كان متجوز عرفي كتير ومنهم واحده سعوديه. مصيرهم ايه الله اعلم، جايز يكون كان بيتخلص منهم بعد ما بيتجوزهم لاي اسباب الله اعلم. الست الثالثه اللي اكتشفهم وجودها في الشقه الثانيه هي مين الله اعلم. لسه شغالين حفر لحد حالا،
ومن الواضح ان هم هيكتشفوا كمان. ده غير ان هم قالوا ان هو كان بيتنقل من شقه لشقه، يعني ممكن كمان يكون كان في شقه تانية تالتة، كذا شقه فيها جثث تانية، الله اعلم. بيحسسني كده، عندي احساس كده ان نفس الطريقه الستات اللي كانت بيتخلصوا منها هو عامل نفس الموضوع، بيتخلص منهم. وواضح ان هو يعني الراجل اتعود على كده، واضح ان هو بيتخلص منهم ولقاها حاجه سهله ان هو يحفر ويرمي ويحفر ويرمي، والموضوع بقى سهل عنده، يتجوز عرفي والموضوع شغال معاه. والعلم عند الله بقى، يعني علشان نتكلم هو القصه دي وراها ايه ما نعرفش يعني لسه. هل لو هي الجثث لقوها سليمه، يمكن راح راجل عنده هوايه للحاجات اللي بيعملها، اصل هو مش بيقولوا من هو يعني عنده عته او مجنون او لا، ده هو محامي وبيشتغل وبيروح يحضر قضايا وبيشتغل. هل هو بيعمل ده فيه وراه دارك ويب؟ هل فيها حاجه خاصه بالاعضاء؟ العلم عند الله. المهم ان لسه لحد حالا الاجهزه الامنيه بيحفروا لحد حالا، يعني لحد دلوقتي، يعني مثلا احنا بقينا الفجر كده اهو ولسه لحد حالا شغالين حفر، والله اعلم الايام اللي جايه فيها ايه او الساعات اللي جايه فيها ايه. الموضوع مش عامل اهتمام في اسكندريه بس، لا ده الناس كلها، ده الموضوع عامل ترند ورائج، يعني يمكن القصه دي من الجمعه اللي فاتت، ولكن بقى لها يومين اتنين بس الموضوع منتشر وبيتكلموا فيه. ربنا يسلم، والايام اللي جايه يا رب ما يطلعش فيه حاجه تانية ولا تالتة. ربنا يسلم يا رب. انا بشكركم، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.